يا مرحبا أيها الأصدقاء، واحتراما لأوقاتكم سأقص عليكم قصة في أقل من دقيقتين. تقول الأسطورة إن الصدق والكذب التقيا من غير ميعاد، فنادى الكذب على الصدق قائلا: اليوم الجو جميل. فنظر الصدق حوله وكان الطقس جميلا حقا. قضيا معا بعض الوقت إلى أن وصلا إلى بحيرة ماء جميلة. أنزل الكذب يده في الماء ثم نظر للصدق وقال: الماء دافئ وجيد، وإذا أردت يمكننا أن نسبح معا. ويا للغرابة، كان الكذب محقا هذه المرة أيضا، فقد وضع الصدق يده في الماء ووجده دافئا وجيدا. قاموا بالسباحة بعض الوقت، وفجأة خرج الكذب مهرولا من الماء وارتدى ثياب الصدق وولى هاربا واختفى. خرج الصدق من البحيرة غاضبا عاريا، وبدأ يركض في جميع الاتجاهات بحثا عن الكذب ولاسترداد ملابسه. العالم الذي رأى الصدق عاريا أدار نظره من الخجل والعار، أما الصدق المسكين فمن شدة خجله من نظرة الناس إليه عاد إلى البحيرة واختفى هناك للأبد. ومنذ ذلك الحين يتجول الكذب في كل العالم مرتديا ثياب الصدق، محققا لكل رغبات العالم، والعالم لا يريد بأية حال أن يرى الصدق عاريا. تحياتي أيها الأصدقاء، كما قلت لكم في أقل من دقيقتين.